اهلا بيكم في تسليم جديد من شركه السويفي. زي ما عودناكم بنوريكم شغلنا في كل مكان. احنا النهارده هنا في كومباوند دجله، حدائق اكتوبر، المرشدي. هنا كانوا شقتين وفتحنا الشقتين على بعض. الكلاينت هنا كان في انجلترا، اتصل بينا عن طريق اليوتيوب وخلصنا له الشقه الحمد لله في فتره كويسه. طبعا المرشدي من الكومباوندات اللي بتشترط ان لما يكون عندك وحدتين عشان تفتحهم لازم تسيب الابواب زي ما هي. فكان هنا في باب وهنا في باب، فقفلنا الباب ده وسيبناه من الخارج زي ما هو باب، وعملنا عليه التجليد الخشبي زي ما حضراتكم شايفين كده، وعملنا طبعا وسيبنا الباب ده بالباب المصفح زي ما حضراتكم شايفين. عملنا كذا زون وكذا مكان. هنا مكان لقعده وقدامها التلفزيون، وهنا السفره، وهنا الانتريه في الجزء ده بالحرف ال زي ما حضراتكم شايفين في الجزء ده. واستخدمنا فيه ورق الحائط، واستخدمنا فيه الجزء بتاع زي ما حضراتكم شايفين كده. عملنا البيوتك بالشكل ده، شكله جميل جدا ومنسق في الجنب ده والجنب ده. وطبعا الجبسن بورد في الحوائط اشتغلنا عليه وعملنا فيه شغل مميز. عملنا الفلات ببيت النور زي ما حضراتكم شايفين، وعملنا الليد بروفايل بالشكل ده. كان شكله جميل جدا ومنسق، وادى شياكه للمكان وخلى المكان شكله شيك وظريف. طبعا استخدمنا الحاجات هنا بماتيريال متوسطه، قدرنا نطلع مستوى تشطيب بالشكل اللي احنا عايزينه ونوصل للكلاينت اللي معانا شقه جميله وتنسيق هادي وشيك وجميل. زي ما حضراتكم شايفين كمان عندنا هنا المطبخ وفتحناه امريكان بالشكل ده، شكله جميل جدا على الريسبشن، قدامه السفره. وطبعا قلنا هنا زون فرش وهنا زون فرش بالشكل ده، في مكان للتلفزيون في الجزء ده وفي مكان للتلفزيون في الجزء ده. عندنا هنا الغرفه الماستر زي ما حضراتكم شايفين كده. عملنا الغرفه الماستر طبعا هنا قسمناها ووزعناها، ومكان للسرير وخلفيه السرير في الجزء ده. وطبعا عملنا الورق الحائط بالشكل ده، ادى شكل جميل ومنسق. الحمام هنا بتاع الغرفه الماستر، طبعا احنا عملنا الحمام وقسمناه وعملنا حمام بالشكل ده يكون للغرفه الماستر. وطبعا عندنا هنا الشاور الازاز لسه هيركب، شكله هيكون متناسق مع المكان ويكون شفاف عشان حمام صغير يبقى شكله جميل جدا ومنسق. كل تفصيله هنا عشناها في الشقه، طبعا من اول المعماري ما بدانا نكسر في الشقه ونعمل الشكل والديزاين علشان خاطر نوصل لاحسن حاجه. وتابعنا طبعا مع الكلاين كل شيء علشان خاطر يوصل لمستوى تشطيب وشياكه لمكانه زي ما حضراتكم شايفين. هنا غرفتين وحمام. عملنا هنا الغرفه دي ووزعنا برضو مكان لسرير الاطفال ووزعنا مكان للتلفزيون، وخلينا الغرفه منظمه ومنسقه بشكل جميل يتناسب مع الشكل بتاع المكان. عندنا هنا الحمام، عندنا هنا غرفه النوم زي ما حضراتكم شايفين كده. الغرفه هنا برضو عملنا فيها مكان للسرير، وطبعا بناء عن طلب العميل وظفنا كل حاجه في مكانها عشان تكون منظمه وشيك وشكلها جميل. عندنا هنا الحمام الرئيسي برضو كان صغير شويه، بس قدرنا نوظف كل حاجه في مكانها من التاسيس. زي ما حضراتكم شايفين عملنا مكان للحوض بالمرايه بتاعته، وعملنا البانيو الخارجي بالشكل ده والشاور بلن بالجزء ده، وعملنا القعده في الشكل ده شكلها جميل جدا ومنسق تحت الشباك. قدرنا نستغل مساحه الحمام ان هو صغير بس نقدر نوصل لمستوى شغل جميل ومنسق. طبعا اي شغل احنا بنعمله بنتابع مع الكلاينت بكل تفصيله بتحصل في شقته علشان خاطر في الاخر نقدر نوصل لذوق الكلاينت، وفي نفس الوقت نقدر نعمل الحاجه المميزه الجميله. شغلنا دايما بيكون هادي وبسيط وما فيهوش اي افوره او في حاجه شاذه في الشغل. لا، كل حاجه منظمه وشكلها شيك وجميل ومنسق. بكده يبقى خلصنا الفيديو بتاعنا. بشكركم جدا وبشكر كل شركة السويفي، بشكر كل فريق العمل سوشيال ميديا، بشكر كل المهندسين، بشكر كل الناس اللي بترد على استفساراتكم، المقاولين اللي بتشتغل معانا من فريق العمل، صناعية، كل الناس بشكركم جدا. بشكركم على متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.